الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تعليق على المذكرة التي بين أيديكم للدكتور عبد الرحمن المنصوري وفقه الله تعالى. لخص الكتاب المقرر وهو تقريبا 300 صفحة إلى 40 صفحة تقريبا، وما سنأخذه اليوم إن شاء الله ما يقارب 30 صفحة، تزيد قليلا أو تقل قليلا، هي ما يدخل معنا في الاختبار. سيكون قراءة للمجمل العام للمذكرة وتلخيص لهذه المذكرة. أنا أحب أن ألخص لكم، فأنت تستطيع أن تقيد. يعني فنحن هذه المذكرة خلاصة الكتاب، وتعليقنا عليها سيكون خلاصة الخلاصة، يسهل عليك الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أول مسألة تعريف علوم القرآن. عندنا باللغة وعندنا بالاصطلاح. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، تدرك الشيء على ما هو عليه. تعريف أسهل، تستطيع أن تكتب عكس الجهل، نقيض الجهل. العلم لغة إيش؟ عكس الجهل. اصطلاحا عندنا قيدان: أي علم، علم جيولوجيا، علم طب، علم فقه، علم بلاغة، مسائل ومعلومات منضبطة بجهة واحدة. مسائل ومعلومات هذا واحد، مسائل ومعلومات، وبعض أهل العلم يقول أصول. المهم معلومات، مسائل، أصول منضبطة في جهة واحدة. معلومات منضبطة تحت الطب، علم الطب. معلومات وأصول منضبطة في البلاغة، علم البلاغة. معلومات مندرجة تحت علم الحديث، علم الحديث، وهكذا. فعندنا معلومات ومسائل منضبطة بجهة واحدة. عندنا قيدان: اللي عند المذكرة يحط ألف، وبجهة واحدة باء. طيب، تعريف علوم القرآن باعتباره الخاص، يعني كفن مدون. يعني لو أسألك ما تعريف مادتك؟ قال: هو المباحث الكلية المتعلقة بالقرآن من جهة نزوله وجمعه وكتابته وغير ذلك. وهذا طويل، هي 3 كلمات: مباحث متعلقة بالقرآن، والأفضل مباحث كلية متعلقة بالقرآن. هذا هو مباحث كلية علوم القرآن متعلقة بالقرآن. لا تقول علوم القرآن مباحث كلية متعلقة بعلوم القرآن، لا، أنت الآن تشرح علوم القرآن، فقل مباحث كلية متعلقة بالقرآن. بعدين ممكن تقول مثل مكي، مدني، مثل أي موضوع أخذته في الكتاب ودرسته، لكن هي 3 كلمات: مباحث تتعلق بالقرآن، أو مباحث كلية تتعلق بالقرآن. طيب، هذا علوم القرآن كتعريف مصطلح. القرآن لغة من ايش؟ مأخوذ من اللغة العربية. قرآن من قرأ، وقرأ بمعنى تلا، هذا لغة. قرآن اصطلاحا هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر. 5 قيود: كلام الله يخرج كلام البشر، المنزل يخرج كلام الله غير المنزل الذي استأثر بعلمه جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الكلام الله المنزل على غيره من الأنبياء كموسى، التوراة، كعيسى، الإنجيل. قال: المتعبد بتلاوته يخرج ايش؟ الحديث القدسي، لأنه هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غير متعبد بتلاوته يعني في الصلاة. فالمتعبد بتلاوته هذا القيد لإخراج الحديث القدسي. المنقول بالتواتر يخرج القراءات الشاذة، ويخرج الحديث القدسي قد يكون آحادا. فإذن هذه القيود، تعتني بالقيود، لأن ممكن يأتيك سؤال: أذكر التعريف مع ذكر محترزات التعريف. يعني القيود، المحترز كل كلام الله تقول يعني مثل انظر فيه القيود، شرح قيود تعريف كلام الله، قد قيد يخرج به كلام من سوى الله من خلقه، المنزل يخرج غير المنزل، إلى آخره مثل ما شرحت لكم. طيب، المسألة التي بعد ذلك تعريف الحديث القدسي، آخر سطر. بعكس ما أخذنا عن القرآن، كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير المتعبد بتلاوته، يعني غير متعبد بتلاوته في الصلاة. طيب، إذن ما الفروق بين الحديث القدسي والقرآن؟ أنتم ماذا تقولون؟ ما الفرق؟ أحسنت، هذا يتعبد فيه بالصلاة وهذا لا يتعبد فيه بالصلاة. لا تجاوب بالاختبار تعبد، لا، اكتب، اشرح عشان أعرف أنت فاهم ولا مو فاهم. قل هذا يتعبد فيه بالصلاة وهذا لا يستطيع. 1. 2. هذا متواتر القرآن الحديث القدسي، في متواتر وفي أحد. 3. تحدي والإعجاز. 4. اشتراط الوضوء. 5. حرمة الرواية بالمعنى للقرآن ويجوز الحديث القدسي. انتهينا.
المصحف ما تعريفه؟ من الصحف. دائما اللغة العربية المعنى من الكلمة. المحسن مأخوذة من ايش؟ مأخوذة من ايش؟ الإحسان. اللطيف مأخوذة من اللطف. المصحف مأخوذة من الصحف. ما هي الصحف؟ الأوراق. فالصحف أصلها ما معناها في اللغة؟ الجمع، والمراد به لغة الشيء المجموع في الصحف. اصطلاحا اسم الكتاب الذي جمع بين دفتيه القرآن الكريم. المصحف اسم الكتاب الذي جمع بين دفتيه القرآن الكريم. أول من سمى القرآن مصحف أو أطلق عليه المصحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا من ناحية الإطلاق، لكن ليس من أسماء المصحف من أسماء القرآن التي سماها الله عز وجل المصحف، مثل ما سيأتينا من أسماء الله، لكن هذا أطلقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، أسماء القرآن أسماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ بندر؟ لا تقرأ حبيبي، أنت شو تعرف شنو توقيفية؟ ما معنى؟ أقول لك عدد ركعات الظهر توقيفية. شنو يعني توقيفية؟ لازم نقوم نوقف؟ معدودة؟ منو قال؟ ما فيها اجتهاد. أحسنت. توقيفية من اسمها أن تقف على القرآن والسنة ولا يجوز فيها الاجتهاد. تقف على القرآن والسنة. توقيفية تقف على القرآن والسنة ولا يجوز فيها الاجتهاد. بناء على أن أسماء القرآن توقيفية، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه عدم جواز تسمية القرآن باسم ليس له أصل. ما يجوز تسمي القرآن من راسك. يقول شنو قاعد تقرأ؟ تقول لي ملهم البشرية. يقول شنو هذا؟ تقول اسم القرآن الجديد. يا سلام، ما يجوز. عرفت؟ الشيء الثاني عدم جواز تسمية كتاب غير القرآن باسم صريح من أسماء القرآن. ما يجوز تسمي مثلا كتابنا هذا تسميه العزيز لأنه من أسماء القرآن، أو أن تسميه الكتاب، أو أن تسميها القرآن لأنه يقرأ. لا، أسماء القرآن مختصة فيه، ما يجوز أن تسميها على غير القرآن. طيب، الحكمة من تعدد الأسماء القرآن. خذها قاعدة في حياتك: تعدد أسماء القرآن، تعدد أسماء الله عز وجل، تعدد أسماء كل شيء عظيم. لماذا؟ ما الحكمة؟ تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى أو كثرة الأسماء. حطها قاعدة في حياتك. ليش الأسد عنده 500 اسم؟ لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. شجاع أنت قصرت من حقه، هو مو بس شجاع، هو ملك الغابة، هو أكثر، عنده صفات أكثر، فشرف. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولهذا كثرة أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم والقيامة والجنة إلى آخره. طيب، أشهر أسماء القرآن الكريم نأخذ 5 أسماء. أول اسم وأشهر اسم إيش؟ القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اكتب هذا الدليل. الدليل ما هو؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الله، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. طيب، الاسم الثاني الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. احفظ الآية، اكتبها. الفرقان الاسم الثالث: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فرق بين الحق والباطل. القرآن لأنه مقروء، الكتاب لأنه مكتوب. الاسم الرابع الذكر. يسمى القرآن الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صاد والقرآن ذي الذكر. الذكر يعني تتذكر فيه يوم القيامة، تتذكر فيه الآخرة، تتذكر فيه المواعظ إلى آخره. الاسم الخامس النور. النور: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذه الآية. طيب، هذه ال5 أسماء كلها تشتمل في داخلها على صفات. فالكسالى اللي ما يقدر يحفظ أسماء وصفات يحفظ 5 أسماء، وإذا قال لك اذكر لي صفات القرآن تذكر الأسماء وتقول فيها صفة كذا. تقول القرآن فيها صفة إيش؟ قرآن فيها صفة القراءة. الكتاب فيها صفة كتاب، القرآن مكتوب. الفرقان فيه صفة
يفرق بين الحق والباطل. الذكر فيه أنه يتذكر الإنسان فيه، النور فيه صفة النور. فهي 5 أسماء تشمل لك الأسماء القرآن وتشمل لك 5 صفات أخرى. وكذلك ممكن تحفظ صفات ليست بأسماء، كصفة الكرم الكريم، وصفة العظمة العظيم، صفة المجد المجيد، الحكيم المبين العزيز. ممكن هذا وممكن هذا. طيب، ما ثمرات دراسة هذه المادة؟ أول شيء تعبد لله سبحانه وتعالى. هو مكتوبة هذه بس أنت خذها، هذه فايدة لك. احنا الشريعة قاعدين عبادة عظيمة. أنا باختباري إذا مفهومك صح ممتاز، لكن بالنهائي لا تقيد بالكتاب. أول شيء العبادة، تقعد تدرس قرآن، هذا أهم فايدة، صح ولا لا؟ الشيء الثاني علوم القرآن، مثل ما قال هني تيسير التفسير، كلمتين، تيسير التفسير، ييسر لك التفسير بعدين لما تدرس مادة التفسير. الشيء الثاني تعرف جهود العلماء السابقين اتجاه القرآن. طيب، عندنا مسألة يرحمك الله، مراحل أو ما إيش سماها، تاريخ علوم القرآن الكريم. لو تنقسم باختصار، أو لخص لك هذه الآن 2 أو 3 صفحات، 3 صفحات ألخصها لك ب3 أسطر. تاريخ علوم القرآن وتنقسم إلى 3 مراحل تاريخية. المرحلة الأولى في العهد النبوي، المرحلة الثانية في عهد الخلفاء الراشدين وتلاميذهم من التابعين أو كبار التابعين، هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة في عهد الكتابة والتدوين. هذه الآن لخصت أنت المراحل التاريخية كلها، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، في عهد الصحابة أو خلفاء الراشدين مع تلاميذهم، في عهد الكتابة والتدوين. الآن نأخذ بعض التفاصيل. تاريخ علوم القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل المعلومات اللي تعرفها أنت عن القرآن الكريم في العهد النبوي. شلون أن أول ما نزل على الرسول عليه السلام أول 5 آيات خذاها الرسول عليه السلام، راح حق خديجة وبلغها، حفظها، هذه كلها علوم القرآن. ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل، ثم نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بالقرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر بالقرآن، كان يعلم القرآن. فإذا أول تاريخ هذه المادة منذ أشرقت شمس الإسلام، منذ أول ما نزل من آيات على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يمتاز في عهده أنه لم يكتبوا علوم القرآن، ما في حاجة. أول شيء أدوات الكتابة صعبة. الشيء الثاني الرسول عليه السلام موجود، نسينا شيء، نسينا تفسير نرجع له. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى عدم الكتابة. الشيء الثاني الصحابة كان عندهم حرص، ما كان عندهم حاجة للكتابة، يركزون ويحفظون ويسمعون. وأغلب الصحابة كانوا أميين أصلا، لا يقرؤون ويكتبون، فما الداعي أن يكتب علوم القرآن. فإذا هذه المرحلة الأولى، كل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة مقتصرة على القرآن، تبليغا، دعوة، علما، ما إلى آخره. إنزين، المرحلة الثانية في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو عهد الخلفاء الراشدين. كيف تاريخ علوم القرآن فيها؟ جمع القرآن في عهد أول من جمع في عهد أبي بكر الصديق، ثم وحد المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، ضبط القرآن وجعل له الحركات والقواعد النحو وكذا أبرزت في عهد علي رضي الله عنه. صار هناك مدارس للتفسير، مدرسة ابن عباس، ابن مسعود، ابن كذا، أبي بن كعب. وأيضا امتازت هذه المرحلة، مرحلة الصحابة، بعدم الاعتماد على الكتابة، لا، كلها على التلقي. يأتي الشيخ يتكلم ويحفظ الطلاب، ما في كتابة. تمام؟ ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم مدارس 3، مدرسة ابن عباس في مكة، وأشهر تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر. والمدرسة الثانية مدرسة أبي بن كعب في المدينة، وأبرز تلاميذه أبو العالية وزيد بن أسلم. ومدرسة ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وأبرز تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع. هذه تحفظها، ها؟ يجيك يمكن صح وخطأ، يقول لك مدرسة ابن عمر كانت في مكة، صح أم خطأ؟ خطأ، لأن ابن عباس ليس ابن عمر. يقول لك مدرسة ابن مسعود معروفة كانت في المدينة، صح ولا خطأ؟ هي كانت في الكوفة.
طيب، فتركزون على هذه. الصحابة رضي الله عنهم منهجهم في التفسير أول شيء ما فسروا القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، هذا واحد. الأمر الثاني ما كان هناك تكلف. من هم أشهر الناس كلاما في التفسير؟ أشهر المفسرين من الصحابة خلفاء الراشدين الأربعة، تذكرون؟ هم حفاظ، هم العلماء، هم أشهر المفسرين، ومنهم ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، أصحاب المدارس الثلاثة. طيب، المرحلة الثالثة قلنا إيش؟ عهد التدوين، الكتابة والتدوين. هذه تنقسم، جعلوا إلى قسمين: قسم خاص في التفسير وقسم خاص في علوم القرآن. أما المرحلة الأولى اللي هي خاصة في علم التفسير، وهذا أول ما كتب، كان التفسير وعلوم القرآن جزءا في كتب الحديث، فتجد صحيح البخاري من أحد التبويبات والكتب داخله كتاب التفسير مثلا. ثم أفرد بالتأليف كأشهر وأطول وأهم وأقدم التفاسير التي وصلت إلينا. تفسير من؟ ابن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم. طيب، هذه إذن ما يتعلق بالتفسير. الشيء الثاني ما يتعلق بعلوم القرآن. هذا ينقسم إلى قسمين كذلك علوم القرآن. أول شيء كان يفرد كل مبحث من علوم القرآن في كتاب مستقل، كمثلا القراءة للحسن البصري، أسباب النزول الواحدي، مبحث يكتب فيه كتاب. ثم القسم الثاني لا، التدوين العام، أن يأتي كتاب مثل كتابنا المقرر يجمع مجموعة من المباحث يضعها في كتاب واحد. وهذا أول المصنفات التي كتبت على هذه الطريقة، التدوين العام في علوم القرآن، كتاب الحاوي في علوم القرآن. هذا احفظها، احفظ هذا العنوان: الحاوي في علوم القرآن لمحمد بن خلف ابن المرزبان. ممكن اختصارا تحفظها لابن المرزبان. وأشهر المؤلفات في علوم القرآن قلت لكم من قبل: الإتقان للسيوطي، والبرهان للزركشي. طبعا كل المذكرة حفظ كل المذكرة حفظ. المؤلفات المعاصرة في التفسير ذكر كتب، لكن أسهل شيء تحفظ المؤلفات المعاصرة من أي كتاب؟ كتابنا المقرر، كتابنا القرآن هذا، علوم القرآن للدكتور العنزي ومن دكار والملة، جزاهم الله خير. أو تحفظ مباحث في علوم القرآن دكتور مناع القطان، دراسات في علوم القرآن دكتور فهد الرومي، المحرر في علوم القرآن مساعد طيار. طيب، المسألة التي بعد ذلك تعريف الوحي. الوحي لغة الإعلام الخفي، إعلام لكن بخفاء. الوحي اصطلاحا أو شرعا قالوا إعلام الله لأحد أنبيائه بكلام شرعي بواسطة وبلا واسطة. فإعلام إخبار، الله يعني خاص بالله عز وجل، لأحد أنبيائه يعني خاص للأنبياء الوحي الشرعي بكلام شرعي، أو بكلام شرعي بواسطة وبلا واسطة. بواسطة يعني عن طريق جبريل، بلا واسطة عن طريق الإلهام أو عن طريق الكلام المباشر مع الله عز وجل. وأنا في اختباري ممكن أعطيكم تعريف أخصر من هذا. الوحي شرعا الإعلام بالشرع. تعريف مختصر شلون؟ الإعلام بالشرع، هذا هو التعريف. يقول ما الوحي اصطلاحا أو شرعا؟ الإعلام بالشرع، هذا هو اختصار هذا كله، الإعلام بالشرع. لكن هذا هو أضبط وأوضح. وحق الاختبار النهائي: إعلام الله لأحد أنبيائه بكلام شرعي بواسطة وبلا واسطة. نستفيد من هذا التعريف أن الفرق بينه وبين الوحي لغة أن الوحي لغة عام، إعلام خفي، أي إعلام خفي يكون وحي. فأنت تكلمت بالذي جاني بك بصورة خفية، أستطيع باللغة أقول أنت توحي إليه، لكن بالشرع لا، خاص بالله عز وجل وخاص للأنبياء وخاص للرسالة، هي كلام الله عز وجل. فهذا أضبط وأسهل عليك حتى تعرف الفروق. طيب، الوحي لغة ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول بمعنى الإلهام، القسم الثاني بمعنى الوسوسة، القسم الثالث بمعنى الإشارة، تشير. هذا الوحي في اللغة.
بمعنى الإلهام أيضا ينقسم إلى أقسام. إلهام فطري للإنسان، مثل ما الله عز وجل أوحى إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا الوحي ليس هي نبية، لأنه ليس وحي شرعي، هو وحي بالمعنى اللغوي، يعني ألهمها. الإلهام الغريزي للحيوان، هذا النوع الثاني للإلهام، مثل وأوحى ربك إلى النحل، هذا إلهام غريزي للحيوان. إلهام ثالث كوني للجمادات، كما عندك تحفظ في سورة الزلزلة بأن ربك أوحى لها، أوحى للأرض. هذا الوحي إيش معناه؟ وحي لغوي بمعنى الإلهام. الخامس أو الرابع إلهام أمري للملائكة، وأوحى ربك إلى الملائكة، هذا بمعنى الأمر للملائكة. الوسوسة ما دليلها؟ لما قال الله عز وجل عن الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والإيماء والإشارة ما دليلها؟ زكريا، أن زكريا لما خرج من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم يعني أشار إليهم. فإذا الوحي في اللغة بصورة عامة يأتي بمعنى الإلهام، 1. 2 بمعنى الوسوسة. 3 بمعنى الإشارة. طيب، الوحي الشرعي أخذناه، إعلام الله لأحد أنبيائه بكلام شرعي بواسطة وبلا واسطة. ومن هذا نعرف من هذا التعريف أن ما الفرق بين الوحي الشرعي والوحي اللغوي؟ العموم والخصوص. الوحي الشرعي خاص والوحي اللغوي عام. طيب، كيفية الوحي الشرعي إلى جبريل، شلون كان يسمع جبريل من الرسول من الله عز وجل الوحي؟ هذا أمر غيبي ما نعرف إلا ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق، فكلهم يقولون الحق وهو العلي الكبير. المهم، طيب هذا الآن كيفية الوحي الشرعي. تقول هذا الحديث أحفظه، طيب إذا تقدر تحفظه بالنص هو أفضل، إذا ما تقدر الحديث يجوز روايته وذكره بالمعنى، حاول تتذكر تستطيع أن تعبر عن هذه المعاني بالمعنى. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، أو أتى في السنة حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه، وتعبر بتعبيرك، والأفضل أن تحفظها بالنص. طيب، أنواع الوحي الشرعي، الآن أخذنا أنواع الوحي اللغوي. طيب، الوحي الشرعي 1 ينقسم إلى 3 أقسام. الوحي الشرعي 1 الإلهام الشرعي، 2 الكلام بلا واسطة، 3 الوحي عن طريق جبريل، الوحي الجلي. الإلهام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يلهم لأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هذا إلهام. وكذلك قد يكون الإلهام في النوم، الرؤيا الصالحة إلهام. الآن لما ترى رؤيا صالحة شلون هذا؟ من الله عز وجل، إلهام، صح؟ تشوف شيء وكذا، هذا كله إلهام. فرؤيا الأنبياء وحي. وكل السنة أو غالب السنة هي إلهام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الكلام بلا واسطة، أن الله عز وجل يكلم النبي بلا واسطة، مثل موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل عنه وكلم الله موسى تكليما، أو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما فرضت ال5 صلوات كلم الله عز وجل مباشرة. واضح؟ غالب الوحي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وهذا جبريل عليه السلام ممكن أن يأتي بصورته الحقيقية، مثل في قصة نزول أول 5 آيات اقرأ، ومثل إلى آخره من المرات. وممكن أن الجبريل يتشكل بصورة من؟ دحية الكلبي عن طريق أحد الصحابة رضي الله عنهم. والشيء الثالث أن يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة خفية، سموها الملائكة الخفية، وهو إذا تذكرون الحديث يقول يأتي مثل صلصلة الجرس، وهو أشدها على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الوحي الشرعي ينقسم إلى 3 أقسام: الإلهام، الكلام بلا واسطة من الله عز وجل للنبي، الوحي عن طريق جبريل. هاي 3 أشياء. الوحي عن طريق جبريل أيضا
ينقسم إلى 3 حالات: جبريل بصورته الحقيقية، جبريل بالصورة البشرية دحية الكلبي، جبريل بصورة خفية مثل صلصلة الجرس. طيب، كيفية نزول الوحي. طيب، كيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن كله نزل في ليلة القدر. وعندنا أيضا في القرآن قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله عز وجل: كذلك يثبت به فؤادك. وما هو معلوم بالضرورة أن القرآن كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث لمدة 23 سنة. فهل نزل القرآن كله في ليلة القدر ولا نزل على حسب الحوادث؟ هذه اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الآيات على قولين. القول الأول هو الراجح وهو قول أكثر العلماء وقول ابن عباس، أن القرآن له نزولان، أن القرآن له نزولان. النزول الأول النزول الكامل من اللوح المحفوظ أو من الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة. هذا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى السماء، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل كاملا. والنزول المتفرق على النبي صلى الله عليه وسلم هو النزول الثاني لمدة 23 سنة، مدة البعثة النبوية. هذا التوفيق الأول لأهل العلم في كيف أن هل القرآن نزل كله جملة واحدة ولا نزل مفرق. القول الثاني أن القرآن له نزول واحد، وهو ما قالها شيخ حمدان، وهو النزول المفرق على 23 سنة. فإذا قال لك اذكر أقوال أهل العلم تذكر هذين القولين، أما الراجح هو القول الأول. طيب، ما الحكمة من نزول القرآن جملة واحدة؟ ماذا استفدنا أن نزل القرآن من الله عز وجل أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ أحسنت، تعظيم ل3 أمور حتى تأخذ 3 ثمرات، 3 حكم: تعظيم للقرآن، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم لأمة الإسلام. 3 ثمرات سهلة كلها تعظيم: تعظيم للقرآن، تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم لأمة القرآن. لو واحد قال لك اشرح كيف تعظيم، تقول لأن هناك خصوصية وميزة لهذا النزول، ولا نعرف أنه حصل لغير القرآن. ما نعرف أن التوراة أنزل نزولين، ولا أنزل نزولان، ولا الإنجيل ولا غيرهما من الكتب. فهذه الميزة التي خصص فيها القرآن يدل على تعظيم وأهمية. مثل لو أنا أقول لكم كلكم يا إخواني تجلسون هني إلا حمدان من المحاضرات ما يجلس بجانبي، فيقولون طلبة ما شاء الله يا حظك يا حمدان، دكتور حاطك جنبه، خاصة الدكتور وياه. ليش؟ خصصت بشيء معين. فالقرآن خصص بهذين النزولين. واضح؟ طيب، ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟ الآن عرفنا الحكمة من نزول القرآن جملة واحدة. ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟ 1، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يحزن عليه الصلاة والسلام، يتهم في عرضه، يسب، يطعن في صدقه وأمانته، فيحزن عليه الصلاة والسلام، بشر. فالقرآن يأتي يسليه، يصبره، يقول له قصة من الأنبياء كالذي حصل معه فيصبره. كذلك قال الله عز وجل: لنثبت به فؤادك. فهذا أول شيء تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية تيسير الحفظ وتيسير الفهم. القرآن أنزل مفرقا حتى أسهل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. 5 آيات يدرسونها، يعرفونها، يطبقونها، بعد تنزل 5 آيات، بعدين 10 آيات، بعدين كذا. فرق لما تنزل 6200 آية مرة واحدة تكون أصعب. طيب، الحكمة الثالثة مسايرة الحوادث والكلام عن الواقع. تحدث غزوة أحد يأتي قرآن فيها، تحدث قصة الإفك ينزل قرآن فيها. من الحكمة من نزول القرآن مفرقا أن يعلق على واقع الصحابة، واقع المسلمين في زمن النبوة. طيب، مقدار ما كان ينزل من القرآن في كل مرة، مقدار ما ينزل من القرآن في كل مرة، ليس هناك مقدار ثابت. أحيانا تنزل سورة، أحيانا تنزل 10 آيات، أحيانا تنزل 5 آيات، أحيانا تنزل آية واحدة، أحيانا تنزل جزء من آية. أخذنا هذا مفرقا تذكرون، لكن الغالب أنا تنزل 5 آيات. تعلموا، أثر عن عمر رضي الله عنه: تعلموا القرآن 5 5 فإنه أنزل 5 5. هذا الغالب. قصار السور منها ما ينزل كامل مثل الفاتحة والمعوذات، ومنها ما ينزل مفرق
مثل سورة العلق والمدثر والضحى. السبع الطوال، أول سبع طوال البقرة، آل عمران، النساء، 7 سور كلها نزلت مفرغة إلا سورة واحدة نزل جملة واحدة وهي سورة الأنعام. أحسنتم. طيب المكي والمدني، هذا من المباحث العظيمة. ما مظاهر عناية العلماء بالمكي والمدني؟ واحد، أنه أفرد بالتأليف. الأمر الثاني أن المفسرين يذكرونه في بداية كل سورة، وكان السلف يعتنون به. هاي الثالثة. طيب ما تعريف المكي والمدني؟ انقسم أهل العلم إلى 3 أقسام، إلى 3 أقوال: باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار المخاطب. باعتبار الزمان هو الراجح، أن ما نزل قبل الهجرة فهو قرآن مكي، وما نزل بعد الهجرة هو قرآن مدني. باعتبار المكان قالوا ما نزل بمكة هو مكي، ما نزل المدينة فهو مدني. باعتبار المخاطب الذي فيه يا أيها الناس مكي، فيه يا أيها الذين آمنوا مدني. القول الراجح ما هو؟ باعتبار الزمان ما نزل قبل الهجرة مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة مدني ولو نزل في غير المدينة. طيب كيف نعرف المكي والمدني؟ بإحدى طريقين: عن طريق الآثار والسماع، فلان عن فلان عن فلان، هذه عن الصحابي، هذه السورة نزلت في كذا، وهذا الأصل، الرواية عن الصحابة، الروايات. الطريق الثاني مأخوذ من الروايات، هو طريق القياس والاجتهاد، ضوابط وخصائص للقرآن المكي والمدني. فعندنا هذان الطريقان: عن طريق الروايات واحد النقل والسماع، وعن طريق الثاني القياس والاجتهاد. القياس والاجتهاد مثل ايش؟ ناخذ الحين امثله. مثل السور المكيه قالوا هناك لها خصائص لفظيه، وهناك خصائص موضوعيه، وهناك خصائص اسلوبيه للسور المكيه. الخصائص اللفظيه يعني كل لفظ تجده في هذه السوره فهو دليل على انها مكيه. مثل كل سوره افتتحت باحرف القسم او احرف المقطعه، او افتتحت بالقسم، او افتتحت بالحمد، او فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا، أو فيها كلا، أو فيها سجدة تلاوة، فهي مكية. خلاص كل سورة فيها سجدة تلاوة مكية، كل سورة فيها كلا مكية، كل سورة بدايتها ألف لام ميم ألف لام راء طاسين إلى آخره مكية، كل سورة في بدايتها قسم، والضحى والشمس وضحاها إلى آخره مكية. فهذه خصائص لفظية، هذه أخذت عن طريق الاجتهاد. طيب خصائص موضوعية، ما موضوعات السور المكية القرآن المكي؟ واحد تفاصيل التوحيد والعقيدة. الأمر الثاني الأصول العامة للعبادات والمعاملات، ليست تفاصيل، لا أصول عامة يناسب أهل مكة غالبهم ليسوا بمسلمين. الثالث تفاصيل قصص الأنبياء. طيب هذه خصائص موضوعية للسور المكية. ثالثا الخصائص الأسلوبية والبلاغية بالنسبة للسور المكية. أول شيء قصيرة السور والآيات، أسلوبها أنها قصيرة. الشيء الثاني قوة الألفاظ وشدة تأثيرها. الثالث كثرة أساليب التوكيد. طيب بالنسبة للمدني عكس المكي، الخصائص اللفظية كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس، هذا واحد خصائص اللفظية. الأمر الثاني فيها ذكر أهل الكتاب. ثلاثة فيها ذكر للمنافقين. الخصائص الموضوعية معانيها سور المدنية تفاصيل الأحكام الشرعية الفقه، وفيها دعوة أهل الكتاب، وفيها كشف عن المنافقين. 3 خصائص موضوعية. نعم. خصائص اللفظية يعني مثلا في المكية مكتوب كل سورة افتتحت بالأحرف المتقطعة مكية إلا سورة البقرة وآل عمران. أحفظ الصور. الاستثناء نعم مطلوبة، لكن أهم شيء تحفظ الخصائص. يعني هذه اللي بيدقق عليها ممكن يأتيك بالاستثناءات، لكن أنا ما آتيك بالاستثناءات. أنا في اختباري هذا لا آتيك بالاستثناءات، صعب ما يمكن. يعني احفظ الضوابط احفظ الأصول، لكن في الاختبار النهائي ممكن يأتون، ما أدري. لكن أنا أريدك تحفظ الأصول، ما أريد أعقد عليك. طيب وذكروني إذا جبت بالاختبار، ذكروني باللي قلته الحين أنا أذكر. طيب الخصائص الأسلوبية والبلاغية بالنسبة للسور المدنية
عكس المكية طويلة السور تناسب المؤمنين اللي مقبلين على القرآن. الشيء الثاني هدوء الأسلوب، ليس قوي وزجر وتهديد، لا، أسلوب هين وعبارات لينة. الشيء الثالث تفاصيل الأحكام الفقهية. طيب، فوائد معرفة المكي والمدني: تيسير التفسير، تمييز الناسخ من المنسوخ. تيسير التفسير مثل ثمرات دراسة علوم القرآن، حتى المكي والمدني ييسر لك التفسير، احفظها. كذلك تمييز الناسخ من المنسوخ، كذلك الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله، وكذلك معرفة السيرة النبوية، احفظ 3. طيب، أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن، هذا مبحث جديد. أول ما نزل في القرآن من القرآن اختلف أهل العلم على 4 أقوال. القول الراجح ما هو؟ صدر سورة العلق، أول 5 آيات، ليست العلق كاملة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا قول الجماهير وهو القول الراجح. لكن مو أنت بس تحفظ الراجح، لا، ممكن يأتيك اذكر لي أقوال أهل العلم في المسألة. القول الثاني بداية سورة المدثر. القول الثالث سورة الفاتحة. القول الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الراجح وأكثر العلماء أنه صدر سورة العلق، أول 5 آيات منها. الدليل حديث عائشة المعروف الطويل في البخاري في قصة نزول الوحي، كان في غار حراء فنزل جبريل اقرأ ما أنا بقارئ، القصة المعروفة، هذا الدليل. طيب، المسألة بعد ذلك: ما آخر ما نزل من القرآن مطلقا، آخر آية نزلت؟ اختلف أهل العلم على أقوال، أشهرها 4 أقوال. القول الأول آية الربا والدين وآية التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا القول الراجح، أنها آية الربا مع آية الدين مع آية التقوى نزل مع بعض. القول الثاني آية الكلالة في سورة النساء. القول الثالث سورة النصر. القول الرابع سورة المائدة. أهم شيء تركز عليه القول الراجح، وتحاول تحفظ باقي الأقوال كلها. طيب، من رد على الأقوال الباقي إذا ورد عن طريق صحابي ولا شيء، نقول لعله قصد آخرية أو أولية مخصوصة بمعنى معين، مخصوصة بحال معينة. لكن المطلق أول ما نزل صدر سورة أقرأ، آخر ما نزل آية الربا والدين والتقوى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئلت عن الدليل. طيب، هناك عندنا إشكال: كيف الله عز وجل ما ذكر من الأقوال آخر ما نزل في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ أليس هذا آخر ما نزل؟ لا، هذه ليست آخر ما نزل. طيب، ما معناها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ أي أكملت لكم أصول الإسلام العظيمة، إكمال الحج، إكمال الصلاة، إكمال كذا، لكن ما يمنع هذا من إتيان بعض التفاصيل بعد ذلك. أو أكملت لكم دينكم بأن أظهرته لكم على سائر العرب، هذا معنى آخر لهذه الآية. طيب، أسباب النزول. أول شيء نعرف أن القرآن ينقسم إلى قسمين باعتبار أسباب النزول. القسم الأول غالب القرآن ليس له سبب نزول لإنزاله إلا السبب الرئيسي أن الله عز وجل يريد هداية البشر. فلما أقول لك إن أعطيناك الكوثر ما سبب نزولها، إن الآية الفلانية ما سبب نزول، نقول لك من قال لك إن لازم كل آية لها سبب نزول؟ الأصل الآيات ما لها سبب نزول، ويوجد بعض الآيات لها سبب نزول. فالقسم الثاني، القسم الأول يسمى النزول الابتدائي، نزل من الله ابتداء من غير سبب خاص. القسم الثاني قسم سببي، يعني مرتبط بسبب لنزوله. ما مظاهر عناية العلماء بأسباب النزول؟ 1، أفردوه بالتأليف. الأمر الثاني، حرصوا على أن يذكرونه في التفسير، أي آية لها سبب نزول يذكرونها. طيب، ما تعريف سبب النزول؟ هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، ما نزل قرآن بسببه أو بشأنه وقت وقوعه. تحدث قصة الإسراء والمعراج فتأتي قرآن فيها، تحدث قصة الإفك فينزل قرآن بسببها بشأنها وقت الوقوع. لها صور، ممكن صحابي يأتي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فتأتي سورة ويسألونك عن الأهلة قل هي ويسألونك عن الخمر والميسر، أو يحدث حدث مثل قصة الإفك. نشرح التعريف. ما يعني كل أمر ما نزل يخرج ما قرئ وهو لم ينزل بسببها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها استشهادا بالآية،
مثل لما قرأ وهو يناقش علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا ما نزل بسبب هذه القصة لكن هو استشهد فيها. فإذا ما نزل قرآن، فإذا القرآن عموما آية سورة 10 آيات عموما بشأنه يعني بسببه وقت وقوعه يخرج ما نزل ليس وقت الوقوع، مثل ما نزل في قصة يوسف لقصة يوسف اللي حدث قبل 100 سنين. طيب تنقسم أسباب النزول باعتبار مصدر السبب إلى 7 أقسام تذكرون في الكتاب. هنا ذكر 4. 1 سبب النزول ينقسم باعتبار المصدر إلى 4 أقسام. 1 بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بالخاطر وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. 2 بسبب الصحابة رضي الله عنهم، وقد يكون بسبب قولهم وقد يكون بسبب فعلهم رضي الله عنهم. القسم الثالث ما يكون بسبب الكفار، وأدخلوا هنا في المذكرة المنافقين واليهود والنصارى وعموم المشركين، وقد يكون بالخاطر أو بالقول أو بالفعل. 4 ما كان من الجن. فإذن عندنا 4 أقسام. أسباب النزول تنقسم إلى 4 أقسام: ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من الصحابة، ما كان من الكفار، ما كان من الجن. طيب صيغة أسباب النزول، انظر شوفوا هني ما في ولا مثال. تذكرون احنا أخذنا محاضرة 1 إلا ربع نتكلم في الأقسام هذه، هنا ما ذكر أمثلة. هذا الاختبار لن نأتيكم بأسئلة عن الأمثلة لهذا، لكن بالنهائي لا ستأتي الأقسام من غير أمثلة. أقول لك ما راح أسألك عن أمثلة لأنه موجودة المذكرة، لكن بالاختبار النهائي تدرس من الكتاب، لأن الأمثلة ما تعرف أي مثال من هنا تدرس الكتاب. حتى احنا قلنا لازم تدرس الكتاب ثم تحفظ المذكرة. طيب صيغة أسباب النزول، الصيغة العبارة، قال لما كانت أسباب النزول مصدرها الروايات عن الصحابة فإن الصيغة التي يعبر عن الأسباب تنقسم إلى قسمين: 1 صيغة صريحة، 2 صيغة غير صريحة. الصيغة الصريحة لها 3 صور. الأول التصريح بذكر لفظ السبب، أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، هذه صريحة، لكن هذه غير واقعية ولا يوجد لها مثال. الشيء الثاني دخول فاء التعقيبية على مادة النزول، وهذه التي عليها المعول. فاء التعقيبية بعد مادة النزول، يذكر الراوي قصة ثم يقول فأنزل الله كذا وكذا، يذكر الراوي حادثة ثم يقول فنزل كذا. مادة النزول يعني عموما أنزل، نزل، أنزل إلى آخره. أيوة هذا أكثر شيء. الثالثة ما جاء التصريح فيه بالسببية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قليل نادر، مثل أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل فيكم كذا وكذا. فإذا تنقسم إلى قسمين: صيغة صريحة وهي في الغالب أن تذكر الفاء التعقيبية فه بعد مادة النزول، وهي أنزل، نزل، أنزل الله إلى آخره. القسم الثاني صيغة غير صريحة، وهي الصيغة المحتملة لسبب النزول ومحتملة للتفسير، مثل أن يقول مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص نزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في الحرورية. شلون الحرورية ما طلعوا ما خرجوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نزلت فيهم؟ قصد التفسير. فهنا ما قال قصة ثم قال فأنزل الله، لا قال نزلت فيهم يعني يشملهم الحكم. أمثلة على رواية سبب النزول بصيغة غير صريحة: قول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، أو قول الراوي ها أحسب هذه الآية نزلت في كذا. طيب ما فائدة معرفة أسباب النزول؟ تيسير التفسير. والشيء الثاني معرفة حكمة التشريع. والشيء الثالث معرفة المبهم في القرآن. جمع القرآن، ينقسم جمع القرآن إلى قسمين: الأول جمع القرآن بمعنى الحفظ، الثاني جمع القرآن بمعنى الكتابة. أحسنت. القرآن له الجمعان: محفوظ في السطور وفي الصدور. فالقرآن حافظ ومحفوظ. حافظ أي يصون أهله ويرعاهم، ومحفوظ أي محمي من الضياع والتبديل. حكم حفظ القرآن واجب على الأمة، يعني أقصد فرض كفاية على الأمة، ويجب على الأفراد حفظ سورة الفاتحة.
هذا حكم حفظ القرآن، فرض كفاية على الأمة أن نحفظ القرآن كامل. أمة الإسلام لازم يكون عندنا مجموعة حافظ القرآن كامل، لكن أما الأفراد واجب عليهم أن يحفظوا سورة الفاتحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظا للقرآن، وكان الصحابة رضي الله عنهم حافظين للقرآن. أما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى. وأما الصحابة رضي الله عنهم الدليل مثل قصة بئر معونة قتل 70 من القرآن، وقصة جمع المصحف في زمن أبي بكر قتل القراء قيل 500 وقيل 700. فكان الصحابة يحفظون القرآن. ما العوامل التي ساعدت على حفظ القرآن؟ قوة حافظ الصحابة، القرآن نزل مفرقا، حرص الصحابة على القرآن. أشهر حفاظ القرآن الخلفاء الراشدين الأربعة وأصحاب المدارس التفسيرية: ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس. أحسنت. ورد في البخاري عن أنس لما سئل من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال 4. طيب هذا إشكال، كيف؟ هل الصحابة كلهم يحفظون القرآن وكثير منهم أم فقط 4؟ نقول لا، كثير من الصحابة يحفظ القرآن، الأدلة المتقدمة. طيب ماذا نجيب على هذا السؤال، على هذا الحديث؟ كيف نوفق بينه وبين ما تقدم؟ نقول لعله قصد، أو نقول أول شيء لعل هذا اللي يعرفه أن 4 بس، فما ينفي وجود غيرهم. الشيء الثاني أن قد يقصد الجمع بالكتابة، أو جمع خاص فهو إتقان القرآن أو مع التفسير. طيب جمع القرآن بمعنى الحفظ، بمعنى الكتابة عفوا، كتب 3 مرات تذكرون، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد من أيضا؟ أبي بكر الصديق، وفي عهد عثمان رضي الله عنه. نأخذهم سريعا. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبب الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينسى، فلما يكتبها يتذكرها. الشيء الثاني أن الله عز وجل قال عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإذا كأن في إشارة أن لابد أن يكتب، فكتب القرآن. الشيء الثاني، من الذي كتب القرآن؟ كتاب الوحي، أشهرهم الخلفاء الراشدين الأربعة، هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وزيد ابن ثابت. ما يدل عليه تعدد الكتاب، وصلوا إلى 30 كاتبا، على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن، وعلى الحرص على تجنب الخطأ في كتابة القرآن. طيب اتصف كتاب الوحي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفين عظيمين مهمين: الأول العدالة، صلاحهم وتقواهم ومروءتهم. الثاني الضبط، وهو إتقان الكتابة. طيب ما مهام كتاب الوحي؟ الأول الكتابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الاستعداد للاستجابة الفورية متى ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للكتابة. الثالث ترتيب الآيات في السور. الرابع قراءة هذا الذي كتبوه على النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعه، حتى إذا في خطأ يعدله عليه الصلاة والسلام. أدوات الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت، وهي أدوات كما يسمى اليوم بدائية، مثل الرقاع وهو ما يتخذ من الجلد، أو اللخاف وهي الحجارة الرقيقة، أو العسب جريد النخل، أو الكرانيف وهي طرف السعف، أو الأكتاف بالنسبة للإبل أو الغنم، أو الأقتاب وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير. أهم خصائص الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء ترتيب الآيات في السور. الشيء الثاني لم يجمع في مصحف واحد، لا، في أدوات هذه متفرقة. في زمن الرسول ما عندنا مصحف مكان واحد، لا، متفرق، هذا عنده لخاف، هذا عنده حجارة، هذا عنده رقاع إلى آخره. أسباب عدم كتابة القرآن في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لو واحد يقول ليش ما كتب؟ الأول لأن ما في حاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فلو ننسى نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالقرآن. الشيء الثاني لأن نزل مفرقا ب 23 سنة، يصعب كتابة ذلك في مكان واحد. أيضا صعوبة الأدوات اللي يكتب فيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمع الثاني عندنا جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قصة الجمع تذكرون أخذناها بالتفصيل، قصة زيد بن ثابت مع عمر الخطاب وأبي بكر، وأن مات عدد من الصحابة القراء في حروب الردة، فاقترح عمر على أبي بكر إلى آخره، وقال إنك رجل شاب عاقل إلى آخره. هذه هي القصة. فإذا صاحب الفكرة للجمع من هو؟ عمر بن الخطاب. أحسنت. من الآمر للجمع؟ أبو بكر الصديق. من الذي نفذ الجمع وكتب؟ زيد بن ثابت. أحسنت. ما أسباب اختيار زيد بن ثابت من حفظ القرآن؟
شهد العرض الأخيرة من كتاب الوحي، شاب عاقل صاحب أمانة وديانة يتقن الكتابة. طيب، أسباب جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه خشية أن يذهب القرآن بذهاب حفظته، أنه ماتوا عدد من القراء فخاف على القرآن. الهدف من الجمع جمع المتفرق من القرآن في مكان واحد، هذا هو الهدف، ولا مكتوب، لكن الآن الهدف جمعه في مكان واحد. تاريخ هذا الجمع متى كان؟ نعم أحسن، في السنة 12 من الهجرة. منهج جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن: واحد، أن تكون كل آية يتوفر فيها أمران: الحفظ والكتابة، فلا بد أن تكون مكتوبة في الأدوات اللي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا محفوظة عند الناس، عند الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن يكون الحفظ والكتابة متطابقين. الثالث، يشترط في الحفظ أن يكون متلقى من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الرابع، يشترط في الكتابة وجود شاهدين يشهدان على كتابتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، آخر مسألة عندنا جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن. ملخص الجمع: تذكرون قصة فتح أذربيجان، اختلف المسلمون خاصة من أسلم حديثا وكذا: قراءتي أفضل من قراءتك، لأن أنزل القرآن على 7 أحرف. فأتى حذيفة رضي الله عنه لعثمان وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى في كتابها. فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع المصحف على حرف واحد، حرف قريش. فإذا صاحب الفكرة للجمع من؟ حذيفة بن اليمان، أحسنتم. الآمر للجمع عثمان رضي الله عنه. المنفذ المشروع أحسنت، لجنة رئيسية ولجنة فرعية. رئيس هذه اللجنة زيد بن ثابت، ومعه سعيد بن العاص الذي هو كان أفصح العرب، اختير لهذا السبب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أما المشاركون المتعاونون لجنة الفرعية منه أبي بن كعب وأنس بن مالك وغيرهم، للتوثيق وأن يكتب بأشد ما يكون من الدقة. طيب، ما أسباب اختيار زيد بن ثابت؟ نفس الأسباب التي ذكرت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسباب اختيار سعيد بن العاص لأنه كان أفصح العرب. أسباب اختيار الباقي: زيادة التوثيق وزيادة التأكد من الكتابة. متى كان؟ أواخر سنة 24 وأول سنة 25. من باب التقريب تكتب 25 الهجرة، وإذا ذكرت في الاختبار اكتب هذا أواخر 24 بداية 25. عدد النسخ التي كتبها عثمان رضي الله عنه اختلف، قيل 4 وقيل 5 وقيل 7، والذي رجح في الكتاب أنها 7 نسخ. ثم أرسلها رضي الله عنه مع قارئا، أرسلها مع كل بلدة إلى قارئ، هذا إلى الكوفة مع القارئ الفلاني، هذا إلى البصرة، هذه النسخة إلى البصرة مع القارئ الفلاني، هذه إلى المدينة، أو المدينة هو عثمان رضي الله عنه جالس، هذه إلى مكة مع القارئ الفلاني. ثم أمر عثمان رضي الله عنه بحرق ما عداها من المصاحف، وأن يقتصروا على هذه النسخ، ومن أراد أن يكتب منها. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا، حتى قال مصعب بن زيد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، ولم ينكر ذلك أحد منهم. ثم صفحة 33 يوجد فروق، وهي واضحة تقرؤونها، مجرد ما الفرق بين الجمع النبوي والجمع البكري والجمع العثماني. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.